السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة داتا أناليسيز وذ إكسل. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم مع حضراتكم مع نقطة مهمة جدا داخل البيفت تيبل. في السلسلة اللي احنا كنا بدأناها، لو أنت مش متابع معانا ده الفيديو العاشر في السلسلة، وهي نقطة الشو فاليو از. زي ما احنا متفقين دول كام نقطة كده محتاجين نتعلم. بتاني كل مرة في بداية كل فيديو بعمل ايه؟ خلينا نقول ريفريش كده، او ممكن يكون ده مثلا فيديو ظهر لحد اول مرة يسمع فيحس ان هو جه من نص الطريق، فبنقول له انه في فيديوز قبل فالكونسبت اللي احنا بانيين عليه كالاتي: ان احنا واخدين السلسلة دي از ان هي جايد لما تيجي تذاكر اي حاجة حتى بره الداتا اناليسيز، انت بتتعلمها ليه وهتعمل بيها ايه وهتفيدك في ايه. طيب دي كده اول نقطه، اول سؤال بتساله قبل ما بتبدا تتعلمها. طيب فاحنا هنا بنتعلم اشياء جوه البيفت تيبل. طب احنا البيفت تيبل ده نفسه جوه مين؟ جوه الاكسل. طب هو ممكن استعمل البيفت تيبل اللي هو جوه الاكسل ده اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه اناليسيز. تمام، زي ما احنا متفقين اللي هي مرحله الانسرز اوف كويشنز اللي احنا ايه سميناها اناليسيز. طيب فعشان خاطر اقدر استعمل اداه اسمها البيفت تيبل جوه تول اسمها الاكسل، لازم اتعلم نقط معينه. كل نقطه من دول لما بتيجي تتعلمها بتعرف ان هي ممكن تخدمك في تاسك عامله ازاي، شكل التاسك اللي ممكن النقطه دي تخدمك بيها، وازاي هتبقى مفيده للبيزنس. يعني شو فاليو از اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي ازاي تفيد البيزنس بتاعك. يعني لو انا ما كنتش اعرفها مثلا وليكن قبل الفيديو وكنت عايش يعني ما حصليش حاجه. طيب فخلينا نبدا مع نقطه شو فاليو از. احنا اتفقنا ان النقطه 4 و5 و6 اللي هي اخرهم 6 النهارده دول نقط مهمه جدا. هم كله مهم، مفيش حاجه مش مهمه، بس دول يعني حاجات قويه جدا. هم يندرجوا تحت نقطه calculations inside pivot table، الحسابات داخل البيفت تيبل. طيب طبعا لما تاخد لغه الداكس وتاخد الداتا موديلنج وتاخد الريليشن شيبس وتاخد الباور بيفوت والكلام اللطيف ده، هتفهم يعني دي هتبقى النواه لفهم الكلام يعني الكلام مهما يكن راح ولا جه هتحس مع مرور الوقت ان هو بسيط. لما نيجي نشرح لك الحاجات اللي هي اقوى منه، تمام، مش بقول اقوى مش اصعب، اقوى منه في ان هي بتخرج انسايتس، اقوى منه في ان هي بتحقق لي اللي انا عايزه، تمام. لان ستيل اي حاجه هتلاقي لها الليميت بتاعها. يعني البيفت تيبل رغم الحاجات اللي احنا عمالين نعمله بها دي في ليميتس كتيره، يمكن قابلنا منهم مثلا على سبيل المثال ان احنا ما نقدرش نضرب كولوم جوه البيفت تيبل. طيب فكل الليميتس دي كلها، وانا بقول كلها محلوله لما نيجي نروح للباور بيفوت. ونعمل موديلنج ونستخدم لغه الداكس والكلام ده كله. باشا انا لا عارف يعني ايه باور بيفوت، ولا عارف يعني ايه موديلنج، ولا عارف يعني ايه لغه الداكس. طب ما انا عارف ان انت ما تعرفش حاجه من دول. امال انت بتحنسني؟ يعني انا مش بحنسك، بخاطب عقلك اللاواعي، بقول لك اكني كده بوشوشك في ودنك، بقول لك اكتب على جنب في النوت بتاعتك ان البيفت تيبل لديه ليميتس يتم التغلب عليها بالباور بيفوت. تقوم انت جاي كاتب لنفسك تحت كده طب ما هي ليميت البيفت تيبل اللي ظهر لي منها حتى الان اكس وواي. طب في ليميتس ثانيه؟ لسه. طب استنى يا باشمهندس الموضوع هيبقى مبهم. ده طبيعي، كله في البدايه كده. عايزني ما اخليهولكش مبهم؟ تعالى نقوم مدخلينك بقى في قصه ثانيه ونوريك كالكوليشنز معقده شويه جوه لغه الداكس، نستعمل فيها دوال الفلتر، ونستعمل فيها حاجات زي دوال التيبل، ونستعمل فيها حاجات زي الاجريجيشن فانكشنز، ونستعمل فيها حاجات زي التايم انتليجنس فانكشن. فتقعد حضرتك فاتح بقك ومش فاهم حاجه. ده مش تقليد منك، كلنا كنا كده، اساتذتي كانوا كده، انا كنت كده، اساتذتي كانوا كده. ليه؟ كان الموضوع لسه ما اتعلمش، هو لسه في البدايه. بس الفكره في ايه؟ انا محترم، انا شايف لحد الان الصوره بالنسبه لي مش كامله ولا شاغلني، مع الوقت هتكمل. وكاتب كمان بعض العناوين ان بعد ما السايكل تتقفل لما اجي ارجع اذاكر هتلاقي نفسك كل علامات الاستفهام اللي انت حاططها دي وانت بتذاكر اتجاوب عليها. يقول لك لذلك دايما من اكتر الجمل اللي ودني بتسمعها يقول لك ايه؟ مش مهندس انت غيرت في الفيديوز بتاعتك ليه يا ابن الحلال؟ انا ما جيتش جنبها، هي من يوم ما اترفعت وهي كده. يقول لك لا بس رجعت اسمع الفيديو تاني، الجمله دي اتقالت لي كتير جدا، رجعت اسمع الفيديو تاني حسيت ان انا اول مره اسمعه، حسيت ان انا فاهمه كله، حسيت وحاجات جميله كده. اقول له لا، الفكره احنا الفيديو هو زي ما هو، الفكره ان كان طول ما انا ماشي عمال اقول لك ايه دي هتبقى بالنسبه لك مش مفهومه، سيبها دلوقتي، تمام.
طيب لما السايكل بتتقفل انا مش مضطر اجي ارجع من ايدك تاني واقول لك فاكر لما سيبنا وما سيبناش. انت هتلاقي نفسك لما ترجع تسمع الفيديوز تاني هتلاقي تقول عشان كده كان في النقطه دي ما بيشرحش فيها كذا وكذا وكذا. خلاص بقى السلوك كلها لمست. تمام. طيب خلينا ندخل في موضوعنا وهو الشو فاليو از، اظهار القيمه ك. ايه اظهار القيمه ك دي؟ تعال نشوف. ادي الداتا بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها بقالنا فتره. تمام. هنيجي نعمل بيفت تيبل بريء جدا زي ما احنا متعودين، ونيجي هنا كده من انسيرت نقول له بيفت تيبل وماشي في نيو ورك شيت، ما عنديش مشكله. تعالى مثلا نظهر اول حاجه وليكن السيلز باي ريجن. نحط ريجن هنا كده، ونحط النت سيلز هنا كده. حلو الكلام. ونحط النت سيلز كمان مره هنا كده. طبعا اتفقنا بقى ان ايه السيلز الحاجه تتحط اكتر من مره مفيش مشكله. طب انا ليه حطيت اكتر من طبيعي؟ مش هعرض كده اكيد، ولكن ايه رايك لما مثلا لو البيزنس بتاعك، بص اهو انا بقول لك اهو، بص الكيس ستادي اللي ممكن تتعرض لها. طب هل دي الكيس ستادي الوحيده؟ لا طبعا. فممكن يجي البيزنس يقول لك انا عايز بدل ما انا شايف ارقام سوليد وكبيره كده، انا عايز اشوف نسب برسنتج. طب نعمل ايه؟ قال لك عندك هنا يعني من الاخر اليكس دي بتساوي كام من اجمالي اللي احنا بعناه؟ يعني اكنه من الاخر بيقول لك عايز يشوف القيمه دي على القيمه التوتال الكبيره دي. حلو الكلام. وتيجي هنا تقول له دي از برسنتج مثلا، وهنيجي هنا نثبت له الاف 11 دي او سوري البي 11 دي ونقول له انتر. تمام. ونعمل كده. فيجي مثلا بقى قال لك كل بلد من دول بتمثل كام في المية من اجمالي المبيعات اللي احنا بعناها. فهمت انا عايز اعمل ايه؟ يعني يجي يقول لك مثلا ايه بلد زي اليكس دي البيزنس بتاعنا فيها او مبيعاتنا فيها بيمثل كام في المية يعني، ولنفرض انه جاي له مشكله من فرع اليكس، اي حاجه بقى، من مشاكل من عملاء، مشاكل من ستاف، اي نوع من انواع المشاكل. فالراجل مثلا من ضمن الافكار اللي بيطرحها في دماغه يقول لك ايه، او مثلا بلاش ده يا سيدي، جاي له اوفر من حد بيشتري منه الفرع، اللي هو احنا هنشتري منك الفرع بتاعك في مدينه اسكندريه. فالراجل يبدا يقول لك ايه، اشوفها هي بتعمل معايا ايه مثلا. ونفرض مثلا انت بتقول ان هي اليكس دي كانت بتمثل 40% من اجمالي مبيعاتي، هل يعقل ان انا افرط فيها؟ والله طبعا الاجابه لا ولا لا. انا اديت الراجل رقم، كون ان هو ياخد قرار يفرط وما يفرطش دي راجعه، ما يمكن هيفرط وياخد حاجه احسن. انت دورك في الرقم. تمام. طيب حلو جدا. يبقى هو هياخد القرار بناء على الرقم اللي انت هتدوله. فهمت ايه الكيس ستادي اللي ممكن تتعرض لها هنا؟ طيب انت الحسبه اللي احنا حسبناها دي انا عايز البيفت تيبل يحسبها لي منه لنفسه. انا كده بص المواقف هنا كده ليه ده كده بره البيفت تيبل. انا مش انا عايزها تبقى جوه البيفت تيبل. اعملها ازاي؟ قال لك استكمالا بقى للكالكوليشنز بتاع الحسابات جوه البيفت تيبل، عندي شيء جميل جدا اسمه شو فاليو از. هضغط كليك يمين كده على الكولوم اللي انا عايزه يتحسب بطريقه مختلفه، واجي عند شو فاليو از هلاقي عندي من خيارات ربنا كتير. تعال نبدا بحاجه اسمها برسنتج اوف. بص عامل لي صح على الحاجه اللي اوريدي الحسبه محسوبه عليها، اللي هو اوريدي دلوقتي نو كالكوليشن، مفيش حسابات معموله، انت اوريدي خلاص حطيت الحاجه واحنا حطينا لك الديفولت بتاع اللي هي الصم. فاما اجي هنا كده عند شو فاليو از هلاقي نو كالكوليشن. طيب اول حاجه بيقول لك ايه، عايز تظهرها از برسنتج من الجراند توتال، يعني عايز تظهر كل رقم من دول نسبته كام من الرقم الكبير الجراند توتال زي ما احنا عملنا كده بره البيفت تيبل. فاقول له واضغط اوكي. بص حضرتك طبعا ده اختلف عشان خاطر ايه، احنا كنا المفروض ثواني قبل ما ده يختلف كده كنا خدناه ايه، كنترول سي وقلنا له كنترول بيست فاليو كده، ونيجي هنا كليك يمين عشان بس الثانيه ما تتغيرش، عشان بس ايه نقابل لك قدامهم، ونقول له برسنتج من الجراند توتال. تمام. وبرضه تعالى على دول عشان تبقى بالظبط اهو. شايف الرقم ده هو ده وده هو ده. طيب ايه الفكره بقى؟ الفكره ان ده عباره عن ايه؟ لازم تفهم الحسبه عشان ما تتلخبطش. يعني بص انت لو بصيت في الموضوع كليك يمين شو فاليو از وعندك من خيارات ربنا الفيديو خلص يا فرحتي. لكن هنا بقى تفهم الحسابات. هنا ده بقى ردا على الناس حبايبنا اللي بيقول لك ايه ده انت عايز تتعلم داتا اناليسيس اجري ذاكر جبر وذاكر احصاء. طيب بالعمليات
الحسابيه البسيطه دي انا مش هخش اذاكر الجبر والجذر التربيعي والكلام دوت، الناس بتفهم الموضوع غلط. العمليات الحسابيه البسيطه دي والناس اللي هو يقول لك اصل انا كنت ادبي اصل انا ما بحبش الرياضه، الموضوع مش مستاهل. انت بس بربع جنيه تشغيل دماغ هتلاقي الموضوع بان معاك. لما اجي اقول لك ايه احنا عندنا 6 ريجونز، عايزين نعرف نسبه كل واحده كام بس. فالنسبه تتعرف ازاي؟ اللي الريجون دي باعته على اجمالي اللي بعناه بس، الموضوع خلص، خلصنا. مش هروح اعيد من اول وجديد واذاكر وجب. فهي بعض الحسبات دي لو انت شغلت دماغك فيها بربع جنيه بس تشغيل دماغ، شفت لها فيديو في السريع كده على اليوتيوب لو العمليه الحسابيه معقده خالص. لكن ما بقولكش روح حضر دكتوراه في الاحصاء والجبر، الناس ستيل عندها نقطه يقول لك ايه لازم تبقى والله العظيم 3 ماجستير في الاحصاء. ليه كده؟ ليه يعني ماجستير في الاحصاء؟ ما الناس شغاله اهي والدنيا تمام. فيقول لك ايه عاجل الشريط الاحمر اللي تحت كده يقول احدهم ان الاحصاء مش مهمه. مين انا اصلا عشان اقول الاحصاء مش مهمه؟ افهم انت عايز ايه من الاحصاء، افهم انت عايز ايه. انت الراجل بتاع ماشين ليرنينج غير الراجل بتاع داتا اناليسيز، فانت ده عايز حاجه معينه وده عايز حاجه معينه. لكن مش كله ايه ده اجروا ذاكروا احصاء، اجروا ذاكروا جبر، لان دي عمليه حسابيه اهي. فالناس ايه بناء على العمليه الحسابيه دي يقول لك انا هنروح نعمل دبلومه في الجبر. طيب فدي كده نسبه معينه. الكيس ستادي بتاعتها ايه عشان ما تنساش ان انت تشوف كل حاجه بتمثل كام من الاجمالي بتاعها. طيب نفس القصه مثلا لو شلنا الريجون وحطينا مثلا يا سيدي نقول ايه السيلز بيرسون مثلا، هيجي مثلا يقول لك ايه الاخ عادل دوت عامل اجمالي 3% من المبيعات اللي احنا بعناها، الاخ مش عارف عمرو عامل 1% وهكذا. طيب خلينا نرجع تاني للريجون احنا هنا شويه عشان ارقام، ونيجي هنا كده ناخد البيفت تيبل دوت كنترول سي كنترول في. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ طيب قال لك بقى في بعض الحسبات الثانيه. بص لما تيجي هنا كده كليك يمين شو فاليو از، قال لك عمل لك الصح فين؟ عند الجراند توتال لان دي معموله كده. طب بص لو بصيت على السيل اللي جنبها شو فاليو از هتلاقي عند النو كالكوليشن. طيب تعالى بقى على اللي بعدها وهي النقطه اللي انت عايزها من الكولوم. فخلينا نيجي هنا كده تمام، خلينا نستغنى عن النت سيلز دي وخلينا نحط هنا كده النت شانل مثلا في الكولومز. حلو الكلام. البرسنت خلينا نحطهم الثلاثه جنب بعض. يلا يا سيدي ان شاء الله ما حد حوش عشان نوري الناس اللي بتحفظ ويقول لك ايه صح وغلط وايه الحاجات اللي بتضايق دي. من هنا كنترول في تمام، واقفل لنا بقى دي كده وهدي كده كليك يمين شو فاليو از بسرعه قبل ما حضرتك تاخد بالك، وهنا كليك يمين شو فاليو از من احنا الثانيه كولوم ناخد دي رو. طيب تعالى لي بقى هنا كده نجيب الايه الثلاثه جنب بعض كده، دي مش هتبقى واضحه قوي. طيب خلينا ناخد دي تبقى كنترول اكس نخليها هنا كده عشان عينك تبقى جايبه الثلاثه مع بعض. طيب انت عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ دلوقتي انا قدامي مثلا تعالى نمسك اليكس واللي يمشي على اليكس يمشي على الباقي. اتفقنا. دلوقتي قدام اليكس 3.64 وقدام اليكس 24.92 وقدام اليكس 14.52. ايه بقى الصح وايه الغلط؟ هو نفس المكونات، يعني هنا محطوط في الكولومز التشانلز ومحطوط في الروز الريجونز ومحطوط في الفاليوز المبيعات. طيب اكيد في واحد من دول صح واثنين غلط. باشا الثلاثه صح. ازاي بقى يا باشمهندس هنهرج؟ تعالى كده بقى عشان نفهم ايه مفهوم الحسابات دي. هو ده اللي يفرق بقى. هو ايه المقصود بالرقم دوت؟ ايه المقصود بالرقم اللي حضرتك شايفه دوت؟ المقصود خلينا ناخد ده كمان معلش كنترول سي عشان خاطر ايه نفهمك اكتر بقى. تعالى هنا كده نقول شو فاليو از نو كالكوليشن. حلو قوي. احنا مركزين مع اسكندريه دلوقتي ها، فانت لو فهمت اسكندريه فانت فهمت الباقي، هو نفس الكونسبت يعني. طيب ايه المقصود بالرقم الاولاني دوت؟ الرقم الاولاني دوت هو نسبه اسكندريه تحديد، مش اسكندريه كلها، تحديدا جوه التشانل اللي اسمها دور تو دور من اجمالي المبيعات. طب يا باشمهندس مش فاهم، عايز تفهمها اعمل الحسبات اللي انا هقول لك عليها دي. تعالى عندي دي كده وقول له بتساوي ايه. يعني الرقم اللي هو 3.64 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الرقم ده على الرقم ده. طيب هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن
المبيعات اللي بعتها في اسكندريه كلها، لا تحديدا في الدور تو دور. تمام كده؟ قسمته على الجراند توتال، فاذا اسكندريه بتمثل لي كام في الدور تو دور من اجمالي اللي بعته. طيب عشان خاطر تفهم اكتر تروح جاي فوق البي في التيبل ده كده وتروح عامل معادله بربع جنيه بتساوي ده على ده وتقول له انت. تمام؟ وتيجي تحولها برسنتج كده وتيجي تعمل كده الرقم هنا بعد العمل العشري فيديك الرقم ده. يبقى لازم تفهم الحسبه ما معناها. يعني اذا أليكس جوه دور تو دور بتمثل كام من الجراند توتال؟ بتمثل 3.6%. حلو الكلام؟ حلو. طيب تعالى للرقم الثاني 24.9 دوت. ايه بقى الكلام ده؟ ده بقى يا باشا بيقول لك ان الدور تو دور بتمثل، انت بص شوف ال 100% فين. هنا بصينا شفنا ال 100% فين اهي في الجراند توتال، مفيش حاجه 100% للجراند توتال. هنا ال 100% موجوده هنا في الروز، يعني كل رو بيمثل 100%. عارف ده معناته ايه؟ ده معناه ان انت لو جمعت الاربعه دول كده دي ال 100% بتاعت أليكس، فانت بتشوف كل تشانل عملت قد ايه في أليكس. يعني لما اجي اسالك كده وانت باصص هنا كده اقول لك تقدر تقول لي مين اعلى تشانل جوه أليكس بتبيع؟ طبعا هتقارن الاربعه دول ببعض، فاعلى تشانل جوه أليكس بتبيع الكي اكونتس. تمام كده؟ ليه؟ هي نسبتها 25.75. تمام؟ طيب يبقى اذا هنا البيفت تيبل ده بيعرض معلومه ثانيه خالص غير البيفت تيبل ده، والمعلومات كلها صح، بس ده بيعرض معلومه ثانيه خالص. نسب، دي النسب بقى اللي تسمع عنها. تمام؟ الناس اللي هم شغالين في الماليه هيحسوني اكتر. طيب فدي نسبه الدور تو دور من الاجمالي اللي أليكس باعته. يعني أليكس باعت بكام؟ أليكس باعت بكام؟ اهو أليكس باعت ب1,210,791,000. طيب الدور تو دور باعت بكام جوه أليكس؟ باعت ب301,675,000. تمام الكلام؟ طيب يبقى إذا عشان خاطر تفهم الحسبة دي تروح جاي عامل هنا كده حسبة بربع جنيه بتساوي تقسم الرقم ده على إجمالي اللي أليكس باعته انت، وتيجي هنا كده تحوله از برسنتج وتيجي تقوم عامل كده. حلو الكلام؟ تمام. يبقى دي النسبه يا فندم بتاعه أليكس اللي انت اللي دور تو دور عملتها في أليكس، ودي النسبه اللي كي اكونتس عملتها في أليكس، ودي النسبه. يعني هنا كده المعلومه اللي بيقدمها البيفت تيبل دوت عباره عن ايه؟ المعلومه دي بيقول لي نسبه كل تشانل من كل ريجون، نسبة كل تشانل من كل ريجون. تمام؟ تاني نسبة كل تشانل من كل ريجون. فتقوم انت جاي هنا كده عند البيفت تيبل ده قبل ما تتنقل منه وتسأل نفسك سؤال بسيط خالص. ايه هي نسبة الهول سيلز من الجيزة؟ ادي هول سيلز وادي جيزة اهو، اللي هي دي يا فندم 25%.73. تمام؟ فدي كده تبدا تسال نفسك السؤال. بص انت اللي بتسال السؤال اهو، انت اللي بتسال السؤال. انت هنا بتجيب نسبه كل تشانل من كل ريجون. عايز تعرف نسبه الريتيل كام من ابر ريتيل وابر اهو يا فندم 24.41. يعني من اجمالي اللي الابر باعته 24% منه اتباع في الريتيل 24.4. تسال نفسك سؤال تاني، مين اعلى حاجه في الابر؟ الهولد سيلز. طب مين اقل حاجه في دلتا؟ اقل حاجه في دلتا الريتيل. طب مين اعلى حاجه في الكنال؟ اعلى حاجه في الكنال الريتيل. طب مين اقل حاجه كده؟ بص اقعد العب كده بحيث تفهم المعلومه اللي بيقدمها البيفت تيبل. فهنا كده تروح جاي كاتب لنفسك هنا، تروح عامل كده اهوت، تعمل لدي ميرج كده عشان خاطر ايه؟ انت راجل لسه في البدايات، وتروح جاي كاتب هنا نسبة، يعني المعلومة اللي بيقدمها البيفت تيبل ده نسبة كل ديت ايه تشانل، نسبة كل تشانل. اكتب بقى تشانل بالعربي ولا ماشي تشانل، معلش هنكتب بالعربي عشان ما نقعدش نحاول، من كل ريجون عشان خاطر تسهل الموضوع على نفسك. يبقى دي المعلومة اللي بيقدمها لك هنا ايه البيفت تيبل ده. حلو الكلام؟ حلو الكلام جدا. طيب تعالى على البيفت تيبل اللي بعده، ودي برضه تعمل نفس القصه فيها كده اهو، بس دي هتبقى النسبه ايه يا فندم؟
النسبه اللي هي نسبه كل حاجه من الجراند توتال، يعني نسبه الدور تو دور جوه اليكس من الجراند توتال. تمام. طيب تعالى هنا، ايه بقى الكلام ده؟ بص هنا ال 100% فين؟ ال 100% هنا في الكولوم. تمام؟ ال 100% هنا فين؟ في الكولوم. طيب ما معنى الرقم دوت؟ بما اننا شغالين على الاليكس، كل مره كنا بنفسر الرقم بتاع اليكس فخلينا في اليكس. ايه معنى الرقم دوت 14.52 دوت؟ ده بقى يا فندم بيقول لك ايه؟ نسبه كل ريجون. تعالى لما نعمل هنا كده انسيرت وتعالى ناخد دي هنا كده نقول له ميرج، ونقول له نسبه كل ريجون من كل شانل. حلو الكلام، حلو الكلام. طب وهي دي فرقت يا باشمهندس؟ نسبه كل شانل من كل ريجون تفرق عن نسبه كل ريجون من كل شانل. بالظبط يا سيدي. تمام. فانت عندك هنا مثلا 14.5 ديت نسبه ايه؟ نسبه الاليكس من الدور تو دور، يعني اجمالي دول كده 100%. فانا عايز اعرف هنا، بص بقى تعالى نعكس السؤال. احنا كنا هنا بنقول ايه؟ تعالى نقول هنا مين اعلى حاجه في اليكس؟ كنا نرد على نفسنا نقول ايه؟ هي الكي اكونتس. مين اقل حاجه في اليكس؟ كنا نرد على نفسنا نقول ايه؟ هي الريتيل. صح؟ هنا هنعكس السؤال، هنقول ايه؟ مين اعلى حاجه في الدور تو دور؟ اعلى حاجه في الدور تو دور هي تقريبا ال 15 دي، هي الدلتا. طب مين اقل حاجه في الدور تو دور؟ هي الابر. شفت السؤال اتعكس ازاي؟ يبقى نسبه كل ريجن من كل تشانل غير نسبه كل تشانل من كل ريجن، على حسب انت السؤال اللي البيزنس ساله لك ايه. البيزنس براحته يسال اللي هو عايزه، انا بكليك زرار هجاوبه على سؤاله، بس لازم ابقى فاهم النسبه اللي هو عايز يشوفها. لو هو بيتكلم من الليفل بتاع التشانلز فعايز يعرف نسبه كل ريجن فيه كام، ولا هو بيتكلم من الليفل بتاع الريجنز فعايز يعرف نسبه كل تشانل فيه كام. فاذا الثلاث ارقام دول يا فندم صحاح، ولكن ركز في السؤال بتاعك. تعالى نعمل الحسبه بتاع دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الرقم ده على الرقم ده. فتعالى نعمل هنا كده نقول له بتساوي ده على ده، فيطلع لي ال 14.5 لما اظبط العلامه بتاعتي. تمام الكلام؟ طيب انا بقى ما جيتلكش في الاول وقلت لك دي تيجي ازاي عشان خاطر موتي وسمي الناس دول. تمام؟ انا جيت افهمك المعلومه الاول بتيجي ازاي بمنتهى البساطه. كليك يمين شو فاليو از، ديت عباره عن البرسنتج اوف جراند توتال، سوري برسنتج اوف رو توتال، يعني بيحط لك ال 100% في الرو. اقول لك على حاجه، بمجرد ما انا اتنيل من النقطه دي انت هتنسى عشان خاطر تحصل على المعلومه دي. كنا بنجيب لها ايه؟ برسنتج اوف رو توتال ولا برسنتج اوف كولوم توتال؟ انا مش فاكر. طب ما تفتكرش. انا نفسي وانا بحضر لك الفيديو ما كنتش فاكر ولا عايز افتكر. انا هدوس عليها واشوف المعلومه اللي بتظهر لي هل هي دي اللي انا عايزها ولا مش دي. الموضوع في منتهى البساطه. ما تقعدش تحفظ تقول ايه لو انا عايز اظهر نسبه كل اللي طب افرض اصلا عكسناهم. افرض حطينا ريجونز في الكولوم وحطينا الكولومز في الرو وحطينا التشانل في الروز، هتعمل ايه؟ يا بتاع الحفظ. انت اسال نفسك السؤال بالشكل الصح. قول انا عايز اظهر مين نسبه من مين، وساعتها هتعرف. تيجي هنا كده انا متلخبط مثلا show value as percentage as column total، وريني كده. لا ده هنا ال 100% في الكولوم، يعني هنا بيظهر نسبه كل واحده من دول من الحاجات دي من ده. لا ده مش دي اللي انا عايزها. خلاص ما حدش هيجي يمسك لك رشاش يقول لك ايه لا هي مره واحده حظ سعيد المره القادمه. لا ارجع يا سيدي في كلامك وقول له برسنتج من النوت. فهمت الكلام؟ يبقى انت كده باختصار خدت لحد الان ايه؟ خدت البرسنتج اوف جراند توتال اللي هي دي، وخدت البرسنتج من الكولوم توتال. اهم حاجه تكون فهمت معناها ايه، بتيجي ازاي اهي. فلا انت لو فهمت معناها ايه هتعرف تختارها امتى. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده يا سيدي. شفنا البرسنتج من الكولوم ومن الرو. تعال نشوف بقى نقطه في منتهى الجمال جدا جدا، او هي مش نقطه واحده الحقيقه، هي كذا نقطه. دول بقى لهم علاقه بالتايم، وما ادراك ما التايم في الاناليسيس بقى لاي نوع من انواع الاناليسيس، سواء اناليسيس بتاع ده اناليسيس ماليه، اناليسيس مش ماليه، الكلام ده كله. واجي هنا كده في الكونتنت بتاع البيفت تيبل دوت اغير الكونتنت بتاعه خالص. ارمي لي الكلام ده، ارمي لي ده، هات لي الديت خليها لي هنا، وهات لي يا سيدي الشهور بس.
الكلام اللي احنا هنتكلمه دوت، تعالى نقول له show value as no calculation، وتعالى نحط السيلز تاني. الكلام اللي احنا هنتكلمه دوت، الكلام ده ما ينفعش غير مع التايم، ما ينفعش غير مع الوقت. يعني اللي احنا عملناه فوق دوت اللي هو البرسنتج اوف جراند توتال، او البرسنتج من الكولوم توتال، او البرسنتج من الرو توتال، ينفع برضه مع التايم. لكن اللي احنا هنقوله لسه دلوقتي حالا، اللي احنا لسه ما قلناهوش دوت، ما ينفعش غير مع التايم. تاني يا باشمهندس مش فاهم. طيب هي ايه الحسبه اللي احنا جايين نحسبها اصلا؟ دلوقتي عندنا حسبه قبل ما اقول لك عليها يا سيدي، عندنا حاجه اسمها الاجمالي حتى تاريخه. يعني ايه الاجمالي حتى تاريخه؟ افهم الكلام، افهم الكلام، والله انا سهل عليا قوي. جاي لك هنا كده شو فاليو از، اقول لك هنعمل حاجه اسمها راننج توتال، ولا انت عارف يعني ايه راننج توتال؟ انت مستني الراجل يجي يقول لك ايه؟ باشا انا عايز اشوف الكاش فلو اللي انا بكلمك از بزنس اهو، انا عايز اشوف الكاش فلو اللي مشي بيه البروجكت بتاعنا. فانت فتحت بقك ها؟ لا كاش فلو ايه؟ انا لسه متغدي. ليه؟ عشان حضرتك قاعد انت عارف الاجابه، بس انت عايز حد يقول لك ايه؟ هتيجي اعمل بيه في التيبل، مش انت عملت راننج توتال قبل كده؟ عارفها، كليك يمين شوف فاليو از راننج توتال. بس ما انتش فاهم بزنس، ما انتش فاهم يعني ايه كاش فلو، ما انتش فاهم يعني ايه الناس دي عايزه تشوف ايه وعايزه تشوفه ليه. تمام؟ طيب افهم بقى الكلام ده معناته ايه. لما اجي اقول لك مثلا، ولنفرض ان دي داتا سنه واحده مثلا، لما اجي اقول لك مثلا البروجكت بتاع سيادتك دوت انت هتعمله لي على مدار سنه. طيب فانت راجل بقى، انت اللي هتقوم لي بالبروجكت دوت ايا كان نوع البروجكت. تمام؟ يا رب نكون هنبيع ايه؟ عيش. طيب لو انت جيت قلت لي انا هعمل لك البروجكت بتاعك دوت بتكلفه حوالي مثلا، خلينا نقول التكلفه اللي قصادنا دي 8 مليون 8 مليون، ماشي؟ هل انت كشغل بزنس حد فيكم شاف الحوار ده قبل كده؟ ان انت بتصبح الصبح مضينا العقد قلت لك انا موافق على 8 مليون والدنيا تمام والمناقصه رسيت عليك والكلام اللطيف ده. هل انت بتصبح الصبح تقول لي ايه؟ احنا ماضيين عقد ايدك على 8 مليون جنيه؟ مفيش شغل بيتم كده. تمام؟ لكن انت بتاخد فلوسك على مراحل. بتقدم لي حاجه اسمها جدول زمني وبرنامج احتياجات وبرنامج تمويلي، بحيث ان انت بتقول لي احنا ال 8 مليون جنيه دول بناء على الجدول الزمني، وانا هنفذ لك اكس واي زد اي بي سي كده. فانا مثلا هحتاج منك 1.5 مليون في 300,000 في 1,400,000 في لحد بنهايه المشروع. يعني من الاخر بتعمل ستيبس المراحل بتاع المشروع، وفي كل ستيب هتعوز فلوس كام. هو ده المقصود بالجدول الزمني مع البرنامج التمويلي مع برنامج الاحتياجات. حلو الكلام؟ طيب انا كراجل اناليست بقى لازما اكون يعني الموضوع دوت لما باجي اعرضه، سواء انا شغال مع ده مع اللي بيقدم الاوفر او مع اللي مش بيقدم مع المالك، الموضوع بيمشي ازاي؟ بص يا فندم، فانت عندك مثلا الرننج توتال، حاجه كده يسموها المستخلصات او الاجمالي حتى تاريخه. فانت مثلا بتيجي هنا كده، لو انا كنت متفق معاك هديك في يناير 100,000 جنيه، وجيت في فبراير قلت لك هتاخد مني نص مليون جنيه. لما الناس بقى بتوع البيزنس او الكاش فلو او المستخلصات دي حاجه بيسموها اكيوميليتد، تراكميه. بمعنى ما باجيش اقول احنا اتفقنا كام، تاني المثال اللي احنا ضربناه قلنا 100,000 في يناير مثلا، قلنا 100,000 في يناير وقلنا 500,000 في فبراير. حلو الكلام؟ لما بنيجي في فبراير ما بنقولش 500,000. ليه يا عم انا مديك 500؟ لا ما بنقولش كده، احنا بنجمعه على اللي قبله فبنقول 600,000. طب في مارس هتاخد مني 400,000، ما بنجيش نقول 400,000، بنقول 1,100,000. كم صفر بقى؟ تمام 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 يا صاحبي. طيب اتفقنا زي الفل، مفيش مشكله. طيب دوت بقى بيظهر بنعمله ازاي يا باشمهندس؟ يعني من الاخر انا عايز اعمل كده يا فندم، اقول بيساوي ده زائد اللي فوق، واجي عند ده كده اقول بيساوي ده زائد اللي فوق. تمام؟ وهكذا. عايزين نمشي بالايه؟ بالمبدأ ده كده. انا في سوري، المفروض كنت اثبت، انا اسف. المفروض اجي هنا كده، ده كده بيبقى ده زائد، احنا كده بنجمع كل واحد على اللي قبله، بس انت بتجمعه على كل اللي قبله كده. طيب ايا كان المعادله دي، المهم في تفهيمة القصد اللي انا عايز اعمله. انا عايز اعمل ايه؟ عايز لما اجي عند مارس اجمع مارس فبراير يناير، واجي عند ابريل اجمع مارس فبراير يناير ابريل، واجي عند مايو. طيب ده اعمله ازاي جوه البيفت تيبل؟ هتيجي هنا كده كليك يمين واقول له شو فاليو از حاجه اسمها راننج توتال، راننج توتال ان.
فبيسالني بيقول لي من المانسز بيزد على فيلد اللي هو المانسز، ما عنديش غيره، فاقول له اوكي. تمام كده. فلو بصيت كده هنا عند يناير هو الرقم، ليه؟ لان مفيش حاجه قبل يناير. تمام. لو جيت بصيت هنا كده عند فبراير، بص لو دوست على الاثنين دول كده، بص الرقم اللي ظهر لي تحت ده هو الرقم ده. طب لو جيت عند مارس وخدت الصم بتاع دول كده، بص الرقم اللي ظهر لي عند مارس ده هو الرقم اللي قصاد مارس ده. طب لو جيت هنا كده عند ابريل، هو الرقم ده هو اللي قصاد ابريل ده. فهمت ما المقصود بالرننج توتال؟ تمام. في بقى كمان سؤال يقول لك ايه، انا عايز الرننج توتال از برسنتج، عايز اشوف انا لحد شهر كام كنت مديك كام في المية من اللي اتفقنا عليه. فتعالى نحط السيلز تاني هنا كده. تمام. ونقول له كليك يمين، راننج شو فاليو از راننج توتال اهي يا فندم از برسنتج. عرفت بقى انا ليه مش بدقق في بتتعمل ازاي؟ اهي كليك زرار. اهم حاجه شويه الكلام اللي انا كلمتهم لك يعني ايه راننج توتال، هو ده المكسب بتاعك. لكن بتيجي منين؟ زي ما انت شايف مفيش ادفع من كده. طيب فتيجي هنا بقى تقول له ايه؟ في شهر يناير انت كنت صارف حوالي 8%، فبراير 16% من الاجمالي، ها، وهنا كده في مارس كنت صارف الربع 25%، وهنا مش، وهكذا. فاهم قصدي؟ فانت هنا بتقول له في كل شهر كنا دافعين حوالي كام في المية، كام في المية من اجمالي ما دفعنا يعني باتمام. مثلا تعال ناخد مثال على سبتمبر، باتمام شهر سبتمبر احنا كنا دافعين 3/4 المبلغ. هل انا دفعت 3/4 المبلغ في سبتمبر بس؟ لا، انا دفعت في سبتمبر رقم بسيط خالص. طب لو انا عايز اعرف سبتمبر نفسه بيمثل كام من اللي انا دفعته، اعرفها ازاي؟ المفروض انت اللي تجاوب على فكره. اعرفها من ان انا اجيب النت سيلز هنا كده مره رابعه. تمام. انا جبتها هنا كده تمام، واجي هنا كده اقول له ايه؟ شو فاليو از. لازم تعمل كده وانت بتذاكر والله، من الجراند توتال. يعني كده شهر، بص لي كده على اي شهر يعجبك. تعالى يا عم عند جون مثلا، يعني هنا كده شهر جون بيمثل كام من الاجمالي؟ بيمثل 8% من الاجمالي. طيب بحلول شهر جون كنت انا دافع كام من المفروض ادفعه؟ كنت انا دافع 50% من اللي انا المفروض ادفعه. حلو الكلام؟ تمام. طيب برافو عليك يا سيدي، كده لحد الان الموضوع ماشي والدنيا ستيبل باذن الله. طيب يبقى كده شفنا حته الرننج توتال، وشفنا حته الرننج توتال از برسنتج، وشفنا حته الجراند توتال، شفنا حته البرسنتج من الكولوم والكلام ده. طيب تاني للتركيز، الرننج توتال ما تنفعش غير مع التايم. ليه؟ بالعقل كده. يعني انت مثلا لو احنا جبنا دوت او نفس جوه، خلينا ناخده كفر نفس البيفت تيبل دوت، كنترول سي، وجينا حطيناه هنا كده كنترول في، وجينا شلنا يا باشمهندس المنصز وحطينا مثلا وليكن الريجون. حلو كده. الرننج توتال هنا ما نفعش. ليه؟ لانه بالمنطق كده يعني الرننج توتال ده بيجمع الحاجه على الحاجه اللي قبلها. ما هي محتاجه تايم، يكون في تايم في الموضوع. فهمت قصدي؟ لكن انا ايه علاقه كايرو باليكس؟ هو ده بالنسبه لي ريجون وده بالنسبه لي ريجون تاني. ايه علاقه ابر بسايناء وده ريجون وده ريجون تاني؟ لكن ايه علاقه اغسطس بسبتمبر باكتوبر؟ لا، دي شهور مرتبه، دي شهور، ده الترتيب الاكيوميليتيف بتاعها، ده تايم ماشي. لكن مين اللي قال ان المفروض اليكس تيجي قبل كايرو؟ مين قال ان طب ما هو عايز تطلع كانال فوق خالص اهو، كليك يمين وقول له يا سيدي سورت، او لا مش سورت يا ربي، موف من هنا كده، وقول له مثلا موف اب. طلعت لك خطوه، اقول له موف اللي هو بقى في البيجن خالص، يعني في الاند لا في البيجن اهو، دلتا بقت فوق خالص اهي. حلو الكلام. طيب يبقى انت كده الموضوع بالنسبه لك خلصان. طيب حته الرننج توتال للتايم، ايه تاني يا باشمهندس ينفع للتايم؟ خلينا بقى نشيل دي كده، او ما ينفعش سوري غير مع التايم. احنا جبنا الشهور مره فهتلاقيها موجوده فين المنصز اهي. تعال نشوف ايه تاني ما ينفعش غير مع التايم. حاجه اسمها الديفرنس فروم، يعني تعال عند دي كده وتعال نقول له الديفرنس شو فاليو از. عندي حاجه عظيمه جدا اسمها ديفرنس فروم، الاختلاف عن ايه بقى يا فندم؟ الاختلاف عن، طب هو الاول هنا عشان انا واقف عند يناير جاب لي هنا كده ان انا هجيب لك الاختلاف عن يناير. دي حاجه في سوق العمل مش عمليه. اشمعنى يناير؟ اشمعنى انت بتقارن كله بيناير؟ فتعالى نقول له اوكي على اساس ان احنا ما نعرفش. فهنا الرقم عباره عن ايه؟ انت محتاج تعمل كده وانت بتذاكر. تمام. الرقم عباره عن ايه؟ الرقم عباره عن فبراير ناقص مارس، ناقص يناير. طب الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن مارس ناقص يناير برضه.
طب الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن اغسطس ناقص يناير برضه، وليه كل مره يناير؟ حاجه مش عمليه او حاجه ما شفناش في سوق العمل، يعني اشمعنى هقارن كله بيناير؟ لكن ايه العملي اللي مهم بالنسبه لحضرتك؟ ان انت تقارن كل شهر بالشهر اللي قبله عشان تشوفه هو نزل ولا طلع، ولو نزل نزل قد ايه، ولو طلع طلع قد ايه، والكلام ده. طيب فتعالى دي بقى نعملها ازاي؟ طب بص عشان خاطر اوضح لك هو بيعملها ازاي. لما اجي هنا كده بص انا واقف هنا المره دي عند ابريل، فاجي هنا كليك يمين شو فاليو از ديفرنس فروم، بص هيقول لي المره دي فروم يناير برضه. طيب لو انا جيت من هنا كده قلت له ايه؟ لا يا عم انا مش عايز يناير، انا عايز سيادتك فروم بريفيوس من السابق، فاجي اقول له اوكي. بص هنا الارقام دي اتغيرت بقى. الرقم ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن فبراير ناقص يناير برضه، وده عباره عن ايه؟ عباره عن مارس ناقص فبراير. هنا بقى مفيش حاجه ثابته. طيب وده الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابريل ناقص مارس اللي قبله. طب وده عباره عن ايه؟ عباره عن ماي ناقص ابريل، وهكذا. انت فاهم قصدي؟ طيب يبقى كده الموضوع انت بتجيب الديفرنس. طيب نفس الديفرنس دوت لو الراجل قال لك ايه؟ بس انا الناس اللي هو التوب مانجمنت بيحب يشوف ارقام سوليد كده، عايز يشوف از برسنتج، عايز يشوف الشهر اختلف عن الشهر اللي قبله بنسبه كام. نيجي نعملها ازاي؟ نفس الديفرنس ولكن ديفرنس ويز برسنتج. ازاي؟ كليك يمين من هنا كده شو فاليو از، هتلاقي عندك حاجه اسمها ديفرنس وقبلها علامه الايه؟ البرسنتج دي كده. فتيجي تقول له بص عشان انت واقف عند مارس، قال لك هجيب لك من مارس، لا يا عم انا مش عايز من مارس، انا عايز من سوري من هنا كده، انا عايز من البريفيوس، واقول له اوكي. فبدا يجيب لك كل شهر اختلف عن الشهر اللي قبله بقد ايه، بنسبه كام في الميه يعني. تمام؟ يبقى ده بيجيب لك الرقم وده بيجيب لك البرسنتج. لازم تجرب الكلام ده بايدك. طيب يبقى انت كده شفت دوت. فاضل لنا ايه بقى عشان وقت الفيديو برضو؟ خلينا برضو ناخد الحته اللي هي بتاع شو فاليو اس دي، ولا خلينا نخلصها؟ هو الفيديو بقى هيطول فانت استحملني. طيب خلينا نيجي عند اللي بعد كده. انت هنشوف الحته بتاع البيرنت او بتاعه الرانك. تعال نشوف بتاعه الرانك بالمره. رانك دوت اللي هو الترتيب. لو انا عايز ارتب الشهور دي، مين افضل شهر، مين اقل شهر، الكلام ده كله. فممكن الترتيب بالنسبه لي يبقى تصاعدي او تنازلي. وافهم برضو هنا بقى الرانك ينفع لكله زي ما احنا متفقين. هنا اللي هي بتاع الديفرنس دي انا بقول لك مش تنفع غير مع التايم. طب انا لو شلت التايم كده يا باشمهندس وجبت الريجن مش هتنفع؟ لا هي خلي بالك هي ممكن تنفع. لو جبت دي كده كنترول ثواني، تعال نشوف دي في التيبل تاني خالص. مثلا حاجه زي دي، لو انا جيت هنا كده عند ريجن اللي هي دي كده قلت له كليك يمين شو فاليو از ديفرنس فروم مثلا، فين ديفرنس فروم؟ اهي ديفرنس فروم البريفيوس مثلا، وقلت له اوكي. طب ما هي نفعت يا باشمهندس؟ غلط. نفعت يا باشمهندس، انت عمال تقول يا باشا ماشي هتنفع ما تزعلش. وتعالى نجيب الثانيه اللي هي النت سيلز تاني هنا كده، مش يا سيدي، نقول له كليك يمين شو فاليو از. تعال نجرب الرننج توتال بالمره ونقول له اوكي. اهي الرننج توتال والديفرنس نفعوا مع حاجه غير التايم اهو يا باشمهندس، كلامك كله طلع غلط. بالعقل بقى كده، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اليكس ناقص كايرو ناقص اليكس، ودي عباره عن ايه؟ الكنال ناقص كايرو، ودي عباره عن ايه؟ دلتا ناقص الكنال، ودي صح؟ طيب هل ده له معنى؟ هو نفع رقميا وحسابيا، بس هل ده له معنى؟ ما هو انت اشمعنى طرحت كايرو ناقص اليكس؟ ليه ما قلناش كايرو ناقص ساينار؟ ايه بقى؟ جاوب بقى على السؤال بما انه نفع. يبقى انا لما بقول لك ما تنفعش غير مع التايم اقصد اقول لك ملهاش معنى غير مع التايم. تمام؟ طيب تعالى بقى استكمالا للنقطه بتاعت دي كده بتاعت الشهور دي، بس الاثنين اللي ما ينفعوش غير مع التايم اللي هي الرننج توتال واللي هي الديفرنس. طيب تعالى هنا كده، لو انا جيت هنا كده عايز اعمل ترتيب للشهور من حيث ايه؟ من حيث المبيعات، السيلز بتاعتها، ما انا حاطط السيلز. ممكن يكون من حيث الكوانتيتي، تمام؟ يعني براحتك حط الكوانتيتي في الفاليوز واشتغل. طيب ايا كان سواء كوانتيتي او سيلز، ايه اللي يحصل؟ فانا هاجي من هنا كده كليك يمين واقول له شو فاليو از. عندي رانك، عندي 2 رانك، واحده رانك من السمول تو لارجست وواحده رانك من لارجست تو سمولست. باشمهندس مين احسن ومين اوحش؟ والله ما فيهم لا احسن ولا اوحش. امال فيهم ايه؟ فيهم انت عايز تظهر ايه يا فندم؟ لان اوقات بيبقى من الصغير للكبير ده الافضل، واوقات بيبقى من الكبير للصغير ده الافضل، على حسب. لو انت مثلا بتشوف لا قدر الله عدد الوفيات، فاعتقد الرقم كل ما صغر كل ما كانت حاجه كويسه. او لو انت مثلا بتشوف استهلاك الكهرباء، فاعتقد برضه كل ما الرقم صغر كل ما كانت دي حاجه كويسه. طيب
غير مثلا لما تشوف ارقام مبيعات، لا دي اعتقد كل ما شفت الرقم كبر كل ما كان افضل. فتعالى مثلا نيجي هنا كده نقول له largest to smallest ونقول له اوكي. فعندك بقى بص انت كده مرتب من الكبير للصغير. فرقم 1 عندك شهر يناير، ورقم 12 عندك اللي هو اقل شهر اللي هو فبراير. طيب تعالى على اللي جنبها كده نعمل رانك شو فاليو از، ونعمل رانك من السمولست تو لارجست ونقول له اوكي. بص هنا يناير هنا ترتيبه ال 12 وهنا ترتيبه الواحد. يجي واحد يقول لك ايه ده مين بقى صح ومين غلط؟ باشا الاثنين صح، باشا الاثنين صح. هنا انت مرتب تصاعدي وهنا انت مرتب تنازلي، فهو هنا اعلى واحد بايع، فبالتالي ترتيبه هنا في التصاعدي في التنازلي رقم 1، وهنا برضه هو اعلى واحد بايع فترتيبه رقم 12 وهكذا. تمام. يبقى دي كده حته الرانك. الرانك تنفع مع كله على فكره، يعني انت ممكن تيجي هنا كده في الريجون، نيجي هنا مثلا في اللي هي ان اي دي شو فاليو از ونقول له مثلا اعملها لي رانك. لا عمل رانك توتال، ثواني كليك يمين شو فاليو از وقول له رانك سمولست تو، ايوه كده بالظبط كده عمل لك رانك للدلتا. ده رانك منطقي ان انت ترتب الاشخاص او ان انت ترتب الكاتيجوريز، ده منطقي. لكن ان انت تجيب ديفرنس ما بين الكاتيجوريز وبعضها، اشمعنى هتطرح الكايرو من سايناي، اشمعنى وهكذا. تمام. طيب دي كده حته بالنسبه للرانك. تعالى ناخد البيفت تيبل دوت كنترول سي ننزل بيه هنا كده، واخر حاجه معانا اللي هي البيرنت. طيب لو انا الاستراكشر بتاعي مش بالشكل دوت، الاستراكشر بتاعي كان بالشكل ده، سوري لا دي تنزل هنا، اسف الشانل تبقى هنا كده، يبقى كده كل ريجون تحته الايه الحاجه بتاعته. تمام. وهحط السيلز تاني وهاجي هنا كده اقول له كليك يمين شو فاليو از من البيرنت، عندي حاجه اسمها البيرنت، بقول له اوكي. هنا الدور تو دور قدامنا رقمين، مين صح ومين غلط؟ الاثنين صح. تمام. دي الحسبه دي عباره عن ايه؟ الحسبه دي عباره عن اهي من الكولوم توتال. طيب والحسبه دي عباره عن ايه؟ تعالى نشوف من البيرنت توتال. طيب الحسبه الثانيه دي بيجيبها لك من البيرنت، يعني هنا هو بالنسبه لدوت التشايلد لمين او سب ليفل لمين؟ لاليكس. فبالنسبه له اليكس هي ال 100%، فهنا الدور تو دور عامله 24% من اجمالي اللي اليكس عملته. طيب هنا دي من الجراند توتال، يعني لو جمعت دول كلهم كده هيدوك الرقم اللي فوق. تمام. فهنا 3 سوري مجموع مناطق ده 14، ولكن لو جمعت دول كلهم كده هيديك الرقم تحت ال 100% تحت اهي. فهمت قصدي؟ فهنا ده اجمالي اللي الدور تو دور عملته جوه اليكس، وهنا ال 3.6 دي اجمالي اللي الدور تو دور عملته من الجراند توتال. يبقى احيانا بحتاج اعمل البيرنت. تمام. طيب هنا اليكس نسبتها متغيره لان دي اجمالي اللي اليكس عملته من الجراند توتال، وهنا بتعامل مع اليكس اكنها هي البيرنت، اكنها هي ال 100%. تمام. عشان خاطر اجيب نسبه كل واحده منهم. يبقى دي معلومه مهمه جدا ودي معلومه مهمه جدا. طب يا باشمهندس مين احسن ومين اوحش؟ والله العظيم الاثنين حلوين والاثنين بسكر، بس شوف انت عايز منهم ايه. تمام كده يا سيدي. طيب انا بقى متعمد، وانا عارف ان انت في نهايه الفيديو عرفت ان ولا واحده فيهم بتيجي منين، وانا متعمد اعمل كده في الفيديو عشان خاطر الناس اللي بتحفظ. طيب انت بقى جرب بايدك على الداتا دي، هحطها لك يا سيدي في الديسكربشن عشان خاطر تشوف كل واحده منهم بتيجي ازاي او كل واحده منهم معناها ايه. فانت تيجي هنا كده شوف فاليو از، انت خدت الجراند توتال، خدت من البرسنتج اوف كولوم توتال، خدت من الرو توتال، سيبنا الثلاثه دول وهفهمك سبتهم ليه في فيديو ثاني لوحدهم لان هم كده كده يعتبر احنا عملناهم بس بحاجات ثانيه. يعني دول انت خدتهم بس انت ما انتش حاسس. تمام. البرسنتج اوف بيرنت توتال دي الاخيره اللي احنا خدناها، خدت الديفرنس والديفرنس از برسنتج، خدت الرننج توتال والرننج از برسنتج، وخدت الرانك سمول ولارجست. حلو. انت بقى اتعامل. انا كنت متعمد اخدك في دوكه كده ما اعرفكش بتيجي منين، لان انا اللي شفته مش شويه حبايبنا بيحفظوا. تمام. وبيحفظوا بالايه؟ بالاسامي. يعني هنا كده الداتا فيها ريجن وفيها كاتيجوري وفيها تشانل، يحفظ يوم رايح يتعامل مع داتا لا فيها لا كاتيجوري ولا ريجن ولا تشانل، فاقول لك مش عارف اشتغل. الباشمهندس وحش ليه؟ اصل الداتا اللي كان جايبها كان فيها كاتيجوري وتشانلز، والداتا اللي وصلنا دلوقتي ما فيهاش الكلام ده. فانا يعني شفت المر بزياده يعني.
طيب لحد هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، ونتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، وان شاء الله يعني الفيديو يكون مفيد ليكم، ومستنيين ارائكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.